هعمل معاكي النهارده بسبوسه الاكياس بنفس طعم وقوام اللي بنشتريها جاهزه من بره. هتظبط معاكي من اول مره واستحاله تنشف منك حتى لو انتي اول مره تجربيها، وهتطلع كمان بلون حلو جدا زي اللي بتشتروها جاهزه بالظبط. هقولك على كل الاسرار والتكات اللي هتظبط معاكي البسبوسه وعمرها ما هتفشل معاكي. لو انتي اول مره تشوفيني ياريت تعملي اشتراك في القناه، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير. ويلا بينا نبدأ. معايا هنا كيس من البسبوسه الجاهزه، انا استخدمت بسبوسه جوز الهند من حلو الشام. ومعايا تلت كوبايه لبن بودر حمصته في طاسه على نار هاديه جدا. تخلي بالك ان هو بياخد بالظبط دقيقتين، تقلبي فيه كده لحد ما ياخد اللون ده وتشيليه على طول من النار وتشيليه من الطاسه. نص معلقه صغيره من البيكنج باودر ورشه ملح، ما تكتريش البيكنج باودر عشان ما تنفش معاكي في الفرن. معلقه كبيره من القشطه، نص كوبايه لبن دافي، ونص كوباية من السمنة، شوية مكسرات للتزيين، ومعلقة كبيرة من عسل الجلوكوز. في طبق بقى هننزل بخليط الكيس اللي معانا، خليط البسبوسة، عليه اللبن البودر، تخلي بالك عشان بيتحرق بسرعة، البيكنج باودر والملح. ما بنكترش البيكنج باودر علشان ما تنفش قوي في الفرن وما تبقاش حلوة. هنقلب بقى كل المكونات الجافة مع بعض كويس قوي، وبعد كده هننزل عليهم بنص كوباية السمنة. السمنة يا دوبك متسيحة بس، ودافية جدا بدرجة حرارة الغرفة، ما تبقاش سخنة. لو سخنة البسبوسة هتنشف معاكي. هنقلب بقى كده، هنلم كل المكونات مع بعض، وبعد كده هنبدأ ان احنا بقى نبسها بايدينا. عايزة اقول لكم ان انا اول مرة اخد بالي ان البسبوسة اتسمت كده علشان احنا بنبسها. لازم الخطوة دي مهمة جدا، لازم ان انتي بايديكي كده تفركي الخليط اللي عندك بالسمنة كويس قوي لحد ما يتغلف كله بالسمنة بالشكل ده كده. اول ما نلاقي بقى ان هي بقت متماسكة كده ونضغط عليها كده تبقى متماسكة، خلاص كده تمام بالشكل ده كده. بعد كده هنبدأ بقى نضيف السوائل اللي عندي. انا هحط اول حاجة شوية لبن دافي على معلقة عسل الجلوكوز، وابدأ ان انا اقلبه كده لحد ما العسل يدوب تماما. اللبن يكون دافي، اللبن لو سخن البسبوسة هتنشف منك. لبن دافي. لو سخن منك وانتي بتدفيه سيبيه لحد ما يهدى ويطفى خالص. هندوب فيه عسل الجلوكوز كده، وبعد كده هنضيفه على الخليط اللي عندي. وبعد كده نزلت بمعلقة كبيرة من القشطة، انا مش بضيف زبادي خالص. جربي الطريقة دي وهتعجبك ان شاء الله. هنلم كده كل المكونات مع بعض، يدوبك نقلب تقليب خفيف جدا لحد بس ما الخليط كله اللي عندي الجاف يدوب مع اللبن والقشطة. تقليب بسيط جدا، 5 أو 6 تقليبات كده بالراحة جدا. لو قلبنا كتير البسبوسة هتنشف. هنجيب بقى صينية مقاس 28، هنزل فيها بمعلقة كبيرة من السمنة، البسبوسة بتحب السمنة، وهمسحها كده بفرشة في الصينية. انا استخدمت صينيه مقاس 28، طلع السمك بتاعها مظبوط جدا. لو استخدمتي صينيه اصغر هتلاقي السمك عالي معاكي شويه. فالمقادير اللي عندي دي طلعت مظبوطه بالظبط في صينيه مقاس 28. هننزل بقى بالخليط اللي معايا كده في الصينيه، وبالراحه كده هفرده، وخبطتين كده على الصينيه هتلاقيها على طول ظبطت معاكي. اهم حاجة بقى ان في الخطوة دي اكون شغلت الفرن، لازم الفرن يبقى سخن جدا، اسخنه قبلها ب5 أو 10 دقايق. بعد كده بقى تبدأي تزينيها زي ما تحبي. انا كان عندي شوية بندق على شوية سوداني كده، عايزة تعمليهم سادة براحتك زي ما تحبي. فرن سخن على درجة حرارة 200 في الرف المتوسط، بتاخد من 20 ل25 دقيقة بس. بعد كده اول ما نلاقيها بقى خدت لون حلو من الجوانب، نشغل عليها الشواية على نار هادية برضو، ونبدأ ان احنا نلف الصينية لحد ما تاخد كلها كده لون حلو. كنت بقى جهزت الشربات اللي معايا كوباية سكر على كوباية ونص مية. اول ما يغلي بنزل عليه بعصرة ليمونة وفانيليا ومعلقة كبيرة من السمنة، واسيبه يغلي بالظبط 3 دقايق كمان. شربات البسبوسة بيبقى خفيف، شربات سخن والبسبوسة سخنة، وانزل عليها كده بالشكل ده كده. البسبوسة الناجحة بتشرب الشربات كله اللي بتديهولها وتبدأ تعمل تشققات بالشكل ده كده. ما تقلقيش خالص، دي علامة كويسة ان البسبوسة بتاعتك ناجحة.
واول ما البسبوسه تبرد التشققات دي كلها هتختفي. كل ما تنزلي لها شربات هتشربه كده معناها ان البسبوسه بتاعتك هتطلع مرمله وحلوه جدا. بصوا بتشرب الشربات كله اللي بنزله لها بالشكل ده ازاي، تشرب كل الشربات اللي بديه لها، ده معناه ان هي مرمله ودايبه. اهم حاجه بقى ان احنا ما نقطعهاش وهي سخنه، لازم اسيبها تبرد خالص، اغطيها واسيبها تبرد، غطيها بفويل، انا بغطيها بصينيه تانية فوقيها وبسيبها تبرد خالص. اقل حاجه بسيبها 3 ساعات، وكل ما تسيبيها اكتر كل ما يبقى احسن. بصوا الترميله بتاعتها، بصوا طالعه ازاي، بصوا دايبه وطريه جدا، استحاله ان هي تنشف معاكي. وطعمها كان حلو جدا وسكرها كان مظبوط قوي، واحلى كمان من اللي بنجيبها جاهزه. بصوا الترميله وبصوا اللون، ان شاء الله هتجربوها وهتظبط معاكي، ولو انتي اول مره تعملي البسبوسه هتظبط معاكي من اول مره. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، اتمنى تكون الوصفه عجبتكم، وهستناكم تجربوها وتقولوا لي رايكم في الكومنتس. وان شاء الله الوصفه الجايه هنعمل مع بعض البسبوسه اللي معموله بالسميد، مش البسبوسه الجاهزه بتاعه الاكياس. يا ريت تشوفوا الوصفات اللي قبل كده، هستنى تجربوا وتقولوا لي رايكم. لو انتي وصلتي معايا لاخر الفيديو ما تنسيش اللايك والشير، واستنوني ان شاء الله في الوصفه اللي جايه.